السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ممكن يا شيخنا تشوقنا لصلاة الفجر عشان نحافظ عليها؟ تعالوا بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم هقول لحضراتكم على شوية كنوز، هي كنوز ورب الكعبة مستحيل بعدها حد يفرط في صلاة الفجر. تعالوا نشوف الكنوز والثمرات لصلاة الفجر. أول حاجة هتفوزوا بحسنات كتيرة جدا بكثرة الخطى إلى المساجد، وقلت لحضراتكم إن المرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة ولا الجماعات في المسجد، فأي ثواب هقوله المرأة لها يعني الحظ والنصيب مثل الرجل بفضل الله، وهي تصلي في بيتها الصلاة في وقتها. يعني الفجر الراجل بيصلي في المسجد وهي بتصلي في مصلاها في البيت، ولها نفس الأجر الذي سنذكره في هذا المقطع بفضل الله. أول حاجة أنفوز بحسنات كثيرة جدا بكثرة الخطى إلى المساجد، كما ورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته، يعني من توضأ في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، أي درجة في الجنة. وفي رواية كان له بكل خطوة حسنات. ما شاء الله، يبقى مع كل خطوة تغفر خطيئة ويأخذ حسنات ويرفع درجة في الجنة. رقم 2، سنة الفجر، السنة مش الفريضة كمان، سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بالفريضة؟ يعني اللي يصلي سنة الفجر كأنه ملك الدنيا بما فيها وتصدق بها، ما شاء الله، أو كأنه حاز الدنيا بكل ما فيها، فكيف بمن يصلي الفريضة؟ ومن المعلوم أن السنة أقل من الفريضة. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: ركعتا الفجر، والمقصود هنا السنة، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رقم 3، الكنز الثالث، هتفوزوا بحفظ الله ورعايته. تخيلوا حضراتكم كده لما الإنسان يبقى عايش في الدنيا وماشي بين الناس وهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني في عهد الله وأمانه وحفظه سبحانه وتعالى. الثمرة الرابعة أو الكنز الرابع: الملائكة هتشهد لكم عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. الملائكة ورديتين، وردية من الصبح لحد العصر ووردية من العصر لحد الصبح، فاللي بينزلوا بقى في وقت الصبح يشوفوا المصلين وهم بيصلوا فتكتب أسماؤهم ويقولون للمولى عز وجل وهو أعلم سبحانه وتعالى: وجدناهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ما شاء الله، شوف قد إيه. فيصعدون إلى المولى عز وجل هؤلاء الملائكة فيقول: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. لما نزلنا في الفجر لأنهم بيصلوا، ولما طلعنا في العصر تركناهم برضو هم هم بيصلوا، فيشهدون لنا عند الله سبحانه وتعالى. رقم 5 حبايبي، هنفوز بثواب قيام الليل كله بصلاة العشاء والفجر في جماعة، والمرأة لها نفس الأجر وهي بتصلي الصلاة في بيتها في وقتها. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله، أو كأنما قام الليل كله. وده مش معناه ان احنا نترك قيام الليل، لان قيام الليل ده وقت يعني الوقت العظيم اللي فيه بركات واشياء لا تخطر على قلب بشر، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخير. شوف قد ايه.
فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي ويقول: أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح. رقم 6 حبايبي من بين الكنوز أن الملائكة تدعو لكم، ما شاء الله، ودعاء الملائكة مستجاب لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه صلت عليه الملائكة. يعني ايه صلت عليه الملائكة؟ يعني تدعو له وتقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هكذا تدعو لكم الملائكة. رقم 7 يا حبايبي، الكنز السابع، هتفوزوا بثواب حجة وعمرة نافلة كل يوم، كما ورد عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، أي كحجة وعمرة نافلة بفضل الله. الكنز الثامن رقم 8، الله يعد لكم ضيافة في الجنة مع كل صلاة في المسجد، وبخاصة صلاة الفجر، كما ورد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، يعني ضيافة كلما غدا أو راح. رقم 9 حبايبي، بصلاة الفجر هتفوزوا بالنور التام يوم القيامة. حضراتكم عارفين ان احنا هنمر من على الصراط عشان ندخل الجنة، والصراط منصوب على متن جهنم، وجهنم سوداء قاتمة أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. يجي بقى أنوار صلاة الفجر وأنوار الطاعة تنور لنا على الصراط بفضل الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. إيه المشائين في الظلم؟ اللي بيصلوا صلاة العشاء في المسجد وصلاة الفجر في المسجد بفضل الله. رقم 10، سننجو من النار إن شاء الله بالمحافظة على صلاة الفجر. مين اللي قال كده؟ حبيبنا من صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، كما عند مسلم قال: لن يلج النار، يعني لن يدخل النار، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلى صلاة الفجر وصلاة العصر. مستحيل للي بيواظب على الفجر والعصر ان هو يدخل النار بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 11 يا حبايبي، سنفوز بالجنة إن شاء الله بالمحافظة على صلاة الفجر، ولكن كلنا يعلم أننا لن ندخل الجنة أصلا إلا برحمة الله، كما ورد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن احنا بناخد بالأسباب عشان ندخل الجنة، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعيننا على تلك الأسباب. فالذي هدانا للإسلام هو الله، والذي رزقنا ووفقنا على نعمة، ووفقنا إلى نعمة العمل الصالح هو الله، والذي يتقبل منا العمل الصالح ويجزل لنا الأجر والثواب هو الله. فدخولنا الجنة برحمة الله، يبقى نفوز الجنة بإذن الله بالمحافظة على صلاة الفجر، كما ورد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر. رقم 12 ودي آخر حاجة، سنفوز برؤية وجه الله في الجنة إن شاء الله بالمحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر، كما ورد في البخاري ومسلم عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر عند اكتمال القمر، فقال:
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. يعني لا يحجب أحدكم أحدا عن الرؤية، مش الطويل هيحجب القصير، لا، الكل طويل والكل شايف ربنا وناظر إلى وجه الله، والكل يرى المولى عز وجل من كل مكان في الجنة. قال لا تضامون في رؤيته. طب نعمل إيه بقى عشان نشوف وجه الله سبحانه وتعالى؟ قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، اللي هي صلاة الفجر وصلاة العصر، فدي من أسباب الفوز برؤية وجه الله سبحانه وتعالى. إيه رأي حضراتكم بقى؟ بالله عليكم بعد اللي سمعتوه ده كله، هل ممكن أي واحد يأثر في صلاة الفجر كل يوم؟ الرجال في المسجد والمرأة تصلي في بيتها ولها نفس الأجر والثواب بفضل الله سبحانه وتعالى. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.